يا مساء الفل والجمال على الحلوين، يوم جديد سعيد عليكم بإذن الله. يلا بينا نعمل الفراخ البانيه بحيث ان هي القشرة بتاعتها ما تطلعش نهائي. بس عايزة اقول لكم قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتدوسوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. وهنقول سر قرمشة الفراخ البانيه وان هي ما تطلعش منها القشرة. اول حاجه هنا جبت الفراخ البانيه حطيتها في بوله. الكميه اللي انا عايزاها هنا الكميه معايا كبيره، فهاخد جزء وهسيب الجزء التاني لمره تانية على قد احتياجاتي. تمام. وبعد كده هنحط البرطمان ده اللي انا مسميه برطمان الهنا، اللي هو عبارة عن فلفل الوان، فلفل اخضر، فلفل حامي. وبعد كده هنحط البصل برضو المبشور. مش عايزه اقول لكم يا جماعه التتبيله دي بيبقى طعمها خطير في اي حاجه، فراخ بانيه، مكرونه، لحمه، فراخ، اي حاجه، كل حاجه ماشيه، حتى السلطات بحطها عليها. تمام. هبتدي اقلب المكونات بتاعتي اللي هي عبارة عن فلفل احمر، فلفل اخضر، فلفل حامي، بصل مبشور، توم كمان. وابتديت بعد كده احط الملح والفلفل. مش عايزه اقول لكم ان الزعتر لما بيتحط في الفراخ البانيه بيبقى تحفة. والسبع بهارات يبقى ملح وفلفل وزعتر والسبع بهارات. وبعد كده هجيب 3/4 كوباية من الزبادي. بس الاول هحط البيضتين، ادي اول واحدة وادي التانية. امشوا ورايا بالخطوات واحدة واحدة عشان تطلع معاكم الفراخ مقرمشة ولذيذة. هنا حطيت 3/4 كوباية من الزبادي دي، حطيت معلقة برضو تانية. تمام. هنا حطيت معلقتين كبار، كنت حاطه معلقه قبل ما اصور ومعلقه دلوقتي. وبعد كده التتبيله بتاعتي جاهزه، هسيبها شويه كده نص ساعه في التلاجة. وبعد كده اول ما طلعت حطيت معلقه من الدقيق. انا خلاص بقى مش هستعمل دقيق تاني، هو معلقه من الدقيق على التتبيله دي كلها. تمام. هتاكد ان كله اتماسك كده مع بعضه، كل التتبيله كده كلها بقت مع بعضها، علشان هنبتدي بعد كده نجيب البصمات. بس يبقى احنا كل اللي احنا حطيناه معلقة من الدقيق على التتبيلة دي. وادي كده خلاص تبلتها تمام وظبطت معايا. هنبتدي بعد كده هنجيب الفراخ البانيه ونروح منزلينها في البصمات. ده بصمات، وكمان كنت فارمة عليه عيش فينو. العيش فينو اللي عندي كنت محمصاه ورحت كمان ضرباه على البصمات اللي معايا. طبعا مش هنستخدمه في ايه، فروحت حاطاه كمان على البصمات. تمام. هبتدي بقى اقلب من اليمين والشمال الفراخ تاخد البصمات كلها، عشان بعد كده هنحطها في الطبق على جنب وناخد بعدها التانية. وادي تاني واحدة. السر بقى في قرمشة الفراخ وان التتبيلة بتاعتها ما تطلعش، انتي هتحطيها نص ساعة او ساعة في الفريزر. وبعد كده لما تيجي تنزل معاكي على الزيت بتبقى نازلة طبعا مش في زيت قليل، لا في زيت غزير، ويكون سخن في الاول، وتبقى النار بتاعته في الاول على نار هادية، وبعد كده بتخليها نار متوسطة. لو عملتيها على نار عالية القشرة مش هتطلع معاكي. لازم الاول تبقى نار هادية والزيت سخن ويكون غزير، وبعد كده نار متوسطة علشان تقدر الفراخ تبقى ثابته معاكي في القشره بتاعتها. وان احنا كمان ما حطينالهاش، يا دوبك احنا حطينا لها معلقه من الدقيق، وان هي دخلت الفريزر نص ساعه. فدي الخطوات دي مهمه، دي اللي هتخليكي القشره بتاعتك ما تطلعش معاكي. وعايزاكم وانتوا بتحمروا الفراخ البانيه لازم تصبروا على ان الطبقه تكون متماسكة. لازم تتأكدي تماما ان الجنب اللي انتي بتحمري عليه استوى تماما، ما تقعديش تقلبيها يمين وشمال وهي اصلا ما اتحمرتش على الجنب الاولاني. لازم تصبري، الفراخ البانيه عايزة صبر عشان تطلع قرمشة وقشرة ما بتطلعش.
هنا اهو قربت خلاص قربت خلاص اخلص الكمية بتاعتي. تمام، لازم اتأكد تماما ان الفراخ شربت البصمات من الناحية اليمين والشمال. وادي كده الفراخ بتاعتي جاهزة للتحمير في زيت غزير، ده سخن وغزير. تمام، بدأت انزل بالفراخ على نار هادية في الاول. تمام، بعد كده على نار وبعد ما اتاكد ان هي استوت تماما هقلبها الناحيه التانية، وهتبتدي تطلع معانا فراخ مقرمشه ولذيذه. وعايزه اقول لكم يا جماعه، لو عملتوا الخطوات اللي انا قلت لكم عليها واحده واحده صدقوني بجد مش هتطلعوا اي قشره من الفراخ البانيه. ولازم تصبري وانتي بتحمريها عشان تطلع معاكي بالمنظر ده. عايزاكم تجربوا الوصفة دي، وما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس. بليز يا جماعة اشتركوا في القناة. يلا باي باي.